تمام. يا مدام ولاء، انا كل ما اعمل بروتين كل كام شهر ويروح. مش عارفه مفيش ازاي حاجه. يعني بيروح ازاي؟ مش فاهمه. الاقي الجذور طلعت والقلب جوه كله ما فيهوش بروتين. طيب والشعر القديم اللي قبل كده او من تحت بيبقى مفرود ولا راح منه البروتين؟ لا تصدقي عليه البروتين. عن البروتين يعني انت زعلانه ان الجذور هي اللي طلعت ولا ايه؟ هو مفيش حاجه تستمر. ده سؤال عميلة النهاردة وأنا نازلة بتسألني السؤال ده. طبعا كان معاكم مدام رحاب اللبان وولاء عبد العزيز، مؤسسة سنتر بكار. تمام. السؤال اللي احنا شفناه ده دلوقتي بيتكرر، واتفاجئت ان هو جه من عميلة وقالته بشكل غريب جدا. قالت لي ان انا لما عملت بروتين الشوية دي اللي احنا بنتكلم فيها دي اللي هي حوالي من 4 ل5 شهور، ان الجذور بدأت تطلع بطبيعة الشعر، وزعلانة جدا. وبتقول انا كررت البروتين كذا مرة على اساس انه ما عادش يطلع بالشكل ده، ولكن كل ما يعدي 5-6 شهور يبدأ يطلع الشعر، وممكن وبتسترسل، ومش مسألة انه من قدام بس، لا ده من كل الفروة. فانا عايزه اقول للعميله او لاي بنت انت بتعملي البروتين، او انا لما باجي كمتخصصه اتعامل مع الشعر بتعامل مع الشعره اللي قدامي، ماليش دعوه نهائي بتغيير الخصائص او الشعره الجديده لما بتطلع بطبيعتها. ودي مراحل نمو جذور. وفي لغط في الموضوع ده جامد جدا، لان دايما البنات تقول لي انا الطروف بدات تطلع. كلمة الطروف بدأت تطلع، كلمة الطرف يعني طرف الشعر من ورا، أما إيه الطروف بدأت تطلع في جذور وفي طرف. أنا دايما بقول منشط للجذور وقص الطروف التالفة. مش عارفة يعني، مش عارفة أستوعب إزاي البنات ملخبطة في الحتة دي حقيقي. عامة يعني أنا حبيت بس إيه، يا رب تكون هي شايفة الفيديو. أنا طبعا لا أقصد أبدا أبدا إن أنا أتريق ولا أي حاجة، بس انا بحاول اوصل المعلومات بقدر الامكان. بس المعلومه النهارده فاجئتني حقيقي. ولو عندك اي سؤال راسليني على الخاص، هتواصل معاكي فورا.